النهاردة هنتكلم عن قوة داخلية ممكن تغير كل حاجة في حياتك للأحسن. قوة الإيجابية. إزاي تتبنى نظرة تفاؤلية للحياة وتغير واقعك للأفضل. كلنا بنمر بأوقات صعبة وتحديات، ومن الطبيعي إن الأفكار السلبية تتسلل لعقولنا، لكن المشكلة بتبدأ لما الأفكار دي بتسيطر علينا وتتحكم في مشاعرنا وقراراتنا، وده بيخلينا نعيش في دايرة مغلقة من الإحباط واليأس. الحقيقة إن الإيجابية مش مجرد شعار أو حالة مؤقتة، لأ، دي طريقة تفكير ومهارة يمكن تعلمها. التفكير السلبي في أغلب الأحيان هو مجرد عادة متأصلة، زي أي عادة ممكن جدا إنك تتخلص منها وتستبدلها بعادة أفضل. الإيجابية مش معناها إنك تتجاهل المشاكل، لكن معناها إنك تتعامل معاها بعقلية مرنة وتفاؤلية، وتشوف العقبات كفرص للنمو والتطور. لما بتكون عندك نظرة إيجابية بتقدر. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية الإيجابية، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية ورا التفكير الإيجابي من علم النفس الإيجابي، وهنشاركك خطوات وتمارين عملية جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تبدأ رحلتك نحو التفاؤل وتغير حياتك للأفضل. يلا بينا نكتشف القوة اللي جواك. ليه الإيجابية مهمة جدا لحياتك؟ مفتاح السعادة والنجاح. بتحسن صحتك النفسية والجسدية. التفاؤل بيقلل من التوتر والقلق، وليه تأثير إيجابي على جهاز المناعة، وده بيخليك أقل عرضة للأمراض المرتبطة بالضغط النفسي. بتزود مرونتك في مواجهة التحديات. الناس الإيجابيين بيشوفوا الفشل كفرصة للتعلم مش نهاية العالم، ده بيخليهم يتعافوا من الصدمات أسرع ويواجهوا الصعاب بعقلية أقوى. بتجذب الفرص والعلاقات الجيدة. الإيجابية بتخليك أكتر جاذبية للآخرين، وده بيساعدك تبني علاقات أقوى وبتفتح لك أبواب لفرص جديدة في حياتك المهنية والشخصية. ده اللي بنسميه العدوى الاجتماعية الإيجابية. بتزود ثقتك بنفسك. التفكير الإيجابي بيخليك تركز على نقاط قوتك وإنجازاتك، وده بيعزز إيمانك بقدراتك على تحقيق أهدافك. خطوات عملية لتبني نظرة إيجابية. الخطوة الأولى: كن واعياً لأفكارك. mindful of your thoughts. أول خطوة هي إنك تكون واعي بأفكار اللي بتدور في عقلك، هل هي إيجابية ولا سلبية؟ مجرد الوعي ده هو أول خطوة للتغيير. لما يجيلك فكرة سلبية زي أنا مش هقدر، لاحظها وسميها فكرة سلبية أو تشويه معرفي. مجرد التسمية دي بتفصلك عن الفكرة وتضعف تأثيرها عليك. الخطوة الثانية: ممارسة الامتنان اليومي. Practice daily gratitude. القاعدة: عقلك زي العضلة بيتقوى بالتدريب. ممارسة الامتنان بتدرب عقلك على التركيز على الإيجابيات. كل يوم قبل ما تنام أو أول ما تصحى اكتب 3 حاجات أنت ممتن ليها في حياتك. ممكن تكون حاجات بسيطة زي كوباية قهوة حلوة، شروق الشمس، أو حتى إنك صحيت بصحة. لو مفيش وقت للكتابة فكر فيها لمدة دقيقة واحدة بس. الخطوة الثالثة: تحويل الأفكار السلبية. Reframe negative thoughts. لما يجيلك فكرة سلبية حاول تحولها لفكرة إيجابية أو محايدة. اسأل نفسك: إيه الدرس اللي اتعلمته؟ أو إيه الإيجابي في الموقف ده؟ مثلا بدل ما تقول أنا فشلت في المهمة دي، قول أنا اتعلمت درس مهم من المهمة دي وهيساعدني أكون أفضل المرة الجاية. الخطوة الرابعة: استخدم لغة إيجابية. Use positive language. الكلام اللي بتستخدمه ليه تأثير قوي على عقلك. بدل ما تقول المهمة دي صعبة ومستحيلة، قول المهمة دي فيها تحدي بس أنا قادر عليه. استخدم كلمات بتعكس ثقة وقوة، وده هيأثر بشكل مباشر على مشاعرك. الخطوة الخامسة: اعمل حاجات بتستمتع بيها. Do things you enjoy. خصص وقت يومياً أو أسبوعياً للحاجات اللي بتحبها. ممكن تكون هواية، رياضة، قراءة كتاب، أو قضاء وقت مع العيلة. الحاجات دي بتجدد طاقتك وبتطلق في جسمك هرمونات السعادة، وده بيحسن حالتك النفسية. الخلاصة: الإيجابية ليست شعار، بل اختياراً يومياً وقوة تصنع واقعك. تذكر، الإيجابية مش هتخلي حياتك خالية من المشاكل،
لكنها هتخليك أقوى وأكتر قدرة على مواجهتها. ابدأ بتطبيق خطوة واحدة من دول كل يوم، وشوف إزاي حياتك هتتغير للأحسن. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه أكتر حاجة هتجربها من النهاردة عشان تزود إيجابيتك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.